بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالي أقولك، مشكلتنا مش إننا مش بنحلم، مشكلتنا إننا بنحلم كتير من غير ما نعرف نبدأ منين. كلنا عندنا أهداف: نخس، ننجح، نبقى أقوى، نرتاح نفسيا، نكسب فلوس، نعيش حياة أحسن. بس ليه في ناس بتوصل وناس تفضل مكانها؟ الفرق مش في الذكاء ولا في الحظ، الفرق في طريقة التفكير مع الهدف. خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها: أغلب الناس مش بتفشل عشان أهدافها صعبة، بتفشل علشان أهدافها مش واضحة. يعني إيه؟ يعني لما تقولي أنا عايزة أبقى أحسن، ده مش هدف، ده أمنية. لكن لما أنا عايزة أخس 5 كيلو في 3 شهور، هنا بدأنا نتكلم عن هدف حقيقي. أول خطوة: حولي أمنياتك لأهداف واضحة. اسألي نفسك 3 أسئلة: أنا عايزة إيه بالظبط؟ ليه أنا عايزة؟ إمتى عايزة أوصله؟ لو مش عارفة تجاوبي يبقى لسه مش هدف. تاني خطوة: اربطي الهدف بمشاعر قوية. الهدف لو ملوش إحساس هيتنسي. يعني مش بس تقولي أنا عايزة أغير حياتي، اسألي نفسك: هحس بإيه لما أوصل؟ حياتي هتكون عاملة إزاي؟ هبقى فخورة بنفسي قد إيه؟ كل ما الإحساس كان أقوى، الالتزام هيكون أقوى. تالت خطوة: بلاش أهداف مثالية زيادة عن اللزوم. أكبر غلطة إنك تبدأي كده: من بكرة هصحى 5 الفجر، أتمرن، أذاكر، أشتغل، وأبقى إنسانة جديدة. اللي بيحصل بتتعبي وبعدين تزعلي من نفسك. ابدأي بحاجة بسيطة جدا بس استمري. الهدف مش كلام يتكتب، الهدف قرار يتعاش. ولو انت لسه مش واضحة مع نفسك، ما تستنيش نتيجة. ليه بنبدأ بحماس وبعدين نقف فجأة؟ الحقيقة اللي بتتكرر مع أغلب الناس: انتي مش بتكسلي، انتي بس بتبدأي بطاقة أكبر من قدرتك على الاستمرار. يعني ايه؟ يعني أول يوم حماس، قرارات كبيرة، تغيير كامل، وبعد يومين تعب وضغط وإحباط، فتلاقي نفسك وقفتي ورجعت لنقطة الصفر. أخطر عدو للهدف المبالغة في البداية. مش العيب إنك تبدأي قليل، العيب إنك تبدأي كتير جدا مرة واحدة. النجاح مش في السرعة، النجاح في الاستمرارية. قاعدة مهمة جدا: الاستمرارية أهم من الكمال. اسألي نفسك: هل اللي بعمله أقدر أكمل عليه شهر، شهرين، سنة؟ لو الإجابة لأ، يبقى انتي مش في طريق هدف، انتي في طريق حماس مؤقت. تالت خطوة: خلي الهدف جزء من يومك مش مشروع مؤقت. مش لازم تقولي هغير حياتي كلها، قولي هحسن حاجة واحدة بس النهاردة، خطوة صغيرة بس، عادة واحدة أكررها. اللي بيتكرر بيتحول لشخصية. رابع خطوة: ما تستنيش الإحساس عشان تبدأي. أكبر كذبة بنصدقها: لما بقى جاهزة هبدأ. الحقيقة انتي عمرك ما هتبقي جاهزة 100%. الجاهزة بتيجي بعد البداية مش قبلها. لو هتطلعي بحاجة واحدة من الكلام ده، مش لازم تبدأي بقوة، لكن لازم تكملي بثبات. مش كل اللي بيكملوا كانوا أقوى، لكن كانوا أهدى وأذكى وأثبت. ابدأي صغير بس ما تقفيش. ولو في لحظة حسيتي إنك بتقفي، افتكري إن كل هدف كبير كان في يوم مجرد خطوة صغيرة. وفي النهاية، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في القناة. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله. مع ألف سلامة.